لما بلاقي مسلسل فيه حاجة تاريخية وأثرية فيها تاريخ مصر حاجة بتسعدنا كتير قوي. رحيم 90% من اللي بيحصل منه عندنا أولاد البلد بيعملوا كده، حتى لو مش في إطارته أو مبالغ المبالغ فيها في الفلوس اللي هي بتظهر وكده مش موجودة، بس هو من جواه معاملة ولاد البلد كده. هو وصف اخلاق ولاد الجماليه اللي انا منها، يعني احنا اتربينا في منطقه شعبيه تعتبر المنطقه الشعبيه الاولى. اتخرج من الشارع اللي ورانا، جه بيت القاضي هنا الحي بتاعه، وجه لمحمد رياض اللي هو حلمي، فجه لها خناقه هنا. يعني مشهد الخناقه ده كان مشهد ما هو سهل يعني، وبعدين متنفذ لكن وضع طبيعي. كنت حاضر فيه، وضع طبيعي جدا، يعني اي حد ما يشوفش الكاميرات يتخيل ان هي فعلا خناقه. كنا واقفين على سد التصوير، جه شباب بلطجيه عايزين الفلوس على الاستاذ ياسر، نادى على والده استاذ حسن، قال له احذف لي الامانه اللي عندك، فحذف له شنطه سمراء. أمانة إيه؟ رحيم خد. ياسر جاي يطور اداؤه عن السنه اللي فاتت كتير جدا. الشخصيه لايقه عليه بطريقه ممتازه. يعني على مستوى العام هو يعتبر رقم واحد السنه دي في فتره المسلسلات. يعني كل ما المسلسل بيخلص على حاجه جديده ما تعرفش بكره في ايه. في تشوق في احداث المسلسل بصراحة. افتكرت حلمي هيبلغ عنه اللقطة دي، كنت حسيت ان المسلسل هيبوظ ازاي، هيخونه والكلام ده. حسيت بعد كده ان هو فعلا عامل متكلم معاه وقايل له من الاول القصة ومفهمه وما خانوش. من اجمل المشاهد اللي عاجبني طبعا المشهد لما كان بيجيب حسن حسني وبيرجعه بقى لبيته وبيحمل. المشهد ده كان عبقري طبعا، يعني صعب فكره المشهد ده بالاغنيه بالموسيقى بالمزيكا المشهد عبقري. لو كنت يوم قصرت سامحني يابا سامحني، انا ابن ابويا. انت ما ينفعش تسمع الغنوه دي، كل ده اللي رأي فات الناس عليك. والناس كتير شايفين ان رحيم رقم واحد، بالذات في المناطق الشعبيه، بالذات في الجماليه. حلقه الشعر انت متخيل انها هتبقى موضه؟ يعني حلقه الشعر، الدقن ده، اللوك دي. اتنين من فرقتي في البروفات عاملين ده. شفتي؟ اتنين. بعد رحيم ولا قبل بعد رحيم؟ رحيم. بعد رايحه رحيم. البروفات. طب وعملوا الابيض ده ازاي؟ ما هو ده لازم لا، يطلع. ما هم عندهم ابيض. بتاع ربنا. قصه الحب اللي بين رحيم وبين داليا غريبه شويه، لان هو الخصائص بتاعت شخصيته مختلفه عنها. دي لايف كوتش مودرن، يعني تحسي انها تعليمها شويه مختلف عنه. فازاي كده؟ هو ازاي كده؟ لانه الاول كانوا مخطوبين وبيحبوا بعض، هي فاكره بس رجل اعمال، ما كانتش عارفه الديرتي ورك اللي بيعملوا غسيل الاموال والكلام ده. هي عرفت امتى؟ لما خرج من السجن وكانوا هربانين مع بعض، اعترف لها، بتقول له هي طب ازاي انت، احنا كنا هنتجوز وانت ما قلتليش كل ده، دلوقتي بتقول لي. فهي بالنسبه لها كان راجل اعمال ناجح بس بوينت، وبتحبه. بعد ما اتسجن وعرفت كل حاجه كانت اوريدي حبته. فمن هنا ابتدى صراع القلب والعقل، انه ازاي يا دكتوره وبتعمل كده وبتحب واحد بلطجي فمن هنا جه الصراع العقل والقلب في داليا. صعب انك تبقى the tough guy، يعني الراجل الجامد كده اللي هو شرير، ونظراتك وكل تحركاتك ناشفه كده وجامده، وبعدين فجأة تبقى ملتن كده وتبقى يعني رومانسي كده وقاعد قدامها بشكل رومانسي جدا. وفي طبعا اغنيه جميله لمدحت صالح في النص على البحر. مدحت رائع. طبعا اختيار عظيم يا جماعه والله بجد، برافو. مدحت مفيش زيه يعني سوري، في مدحت صالح وايمن بهجت قمر وخالد عز، الثلاثه دول بصراحه عاملين، سواء في الاغنيه دي او حتى الاغنيه البسيطه جدا القصيره جدا اللي كانت على البحر. حتى اغنيه الفينال كمان عاليه جدا، حاجه فظيعه جدا. هي اللي حضرتك قلتي عليه اللي هو اللي فيه الشخصيتين متناقضتين، يعني مفيش مش يعني ازاي فعلا زي حضرتك قلتي دكتوره جامعيه وهتحب واحد زي ده، فده اللي خلق دراما. هي دايما كده الدراما كل ما كان فيها يعني مثلا سوري، دايما احنا بنقول ايه، ليه بنقدم الحاجات المنحرفه او النماذج المنحرفه على الشاشه؟ ده شيء غريب قوي ان الناس تقول كلام زي ده، لان حضرتك لما الحياه تبقى ماشيه جميله جدا، اب وزوج وزوجه اتجوزوا وخلفوا اطفال كويسين، طلعوا وكملوا تعليمهم واتجوزوا وخلفوا كمان اطفال كويسين، وبقى الفيلم كده في حد هيشوفه؟ لكن سوري لو اطفال كويسين وكله كويس، مفيش اساسا. لو سوري مثلا الابن انحرف، البنت حصلت لها مشكله، من هنا تيجي الدراما. لكن يقول لك ايه،
بلاش نقدم نماذج سلبيه، لا نقدم نموذج بس ازاي تعالج ده وبيعالج ايه وبيناقش ايه. احنا ما كناش نعرف غسيل الاموال ده بيتم ازاي، احنا من خلال المسلسل عرفنا غسيل الاموال تم ازاي. الفلوس اللي اتهربت ليله تنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الكتيره جدا عرفنا ازاي اتغسلت، وده على مدار المسلسل باين. ودي كانت قضيه مهمه جدا انها نلقي عليها ضوء. ليه احنا مش عارفين نرجع فلوسنا من بره؟ لان الفلوس خلاص من كتر لما اتغسلت اكتر من مره بقت شرعيه. يعني ناس محترفين، الناس دي لعبتهم، اتغسلت الفلوس فخلاص ما تعرفش تجيبها لانها بقت شرعيه. وده بيتشرح في المسلسل ازاي انك تخلي الفلوس اللي هي الغير شرعيه تخليها شرعيه. يتم ازاي؟ فدي برضو انا شايفها من ضمن الايجابيات عشان اي حد عايز يخلي فلوسه شرعيه يعرف ازاي. يعني طبعا انا عندي تعليق على الموضوع ده، بس يعني هرجع لك تاني على قصه الماني لوندري ده لانه له تفاصيل تانية. بس خلينا نشوف المشهد ده، هو مشهد رومانسي جميل بين داليا وبين رحيم، ونرجع تاني. مش جاي عاجبك؟ امال انت جاي ليه يا رحيم؟ ايه؟ ما كنتيش عايزاني؟ علشان ما كنتش عارفه لو شفتك هفضل زي ما انا ولا لا. داليا، انا مش جاي الخبط لك حياتك. انا مش عايزك تحسي بالندم. قصدك انا وعماد؟ قصدي اخر ليله شفنا بعض فيها. من ساعتها كنت حاسه ان انا اللي سلمتك ليهم، انا اللي سجنتك. اول ما خرجت من السجن كنتي اول حد عاوز اروح له، علشان اعرفك كويس وعارف كمان انك اكيد بتلومي نفسك من يوميها. بس كنت بقول لنفسي سيبها، اكيد زمانها نسيت. مفيش يوم عدى عليا غير وانا بفكر في اللي حصل. كنت فاكره ان عمري ما هشوفك تاني. انتي نفذتي اللي طلبته منك، انك تكملي حياتك من غيري، وانا لسه بطلب منك ده. وجاي اقول لك كمان ان اللي حصل ده كان مكتوب، حتى لو ما كنتيش ظهرت يوميها قدامي. ربنا كان مقدر اننا نبعد عن بعض.